بتاعت امبارح طبعا هي مش خفيفة، هي جميلة بس قلت اخد منها حتة. تمام. فقلت احكي معاكم كده في موضوع بجد انا مش عارفة انام بسببه او مش عارفة اعمل ايه، قلقانة يعني. طبعا ما تسألونيش انا موطية صوتي ليه، انا موطية صوتي عشان ريان لو سمع صوتي بيسمع بس نبرة صوتي بيقوم يصرخ ويقعد ينده عليا. النهاردة لجوا محمد جم من المدرسة. فطبعا انا اللي بقوم افتح لهم الباب، فصحي ريان على صوت رنة الجرس بتاعة الباب ودخلوا. يا دوب لسه واقفين، رايحين جايين بقى بيحطوا شنطهم ومطلعوا اللانش بوكس والزمزمية بيحطوها في المطبخ وكده رايحين جايين يعني. فدخلت خدت ريانة، دخلت ايه قلت اشطفه وكده في الحمام. لقيت الباب بيترن الجرس جامد. انا عندي الشباك بتاع الحمام بيدي على السلم. طبعا بسمع اي حد بيتكلم من الحمام. فلقيت لقيت الجرس رن تاني بصوت عالي كده جامد. فمحمد بيقول مين، محمد اتخض حتى. محمد بيقول مين، قال له انا، قال له انا، قال له انت مين، قال له انا نور. فقال له طبعا رقم غير الرقم اللي احنا اللي هو متألف اول الشهر لان انا مدفعتش الشهر ده لسه. فقال له رقم تاني خالص. فلقيته بيقول له افتح النور. فقلت له لا انا مش هدفع، معرفش ايه اللي خلاني اقول كده مع ان انا كان ممكن ادفع. قال له لا، احنا مش هندفعه. قال له لا مش هينفع. قال له هو ايه اللي مش هينفع، قال له مش هينفع ما تدفعش النور. طبعا انا ذهلت، انا اتخضيت. قلت له لا احنا ما معناش ومش هندفع الشهر ده. طبعا الموقف ده خلاني قلبي اتقبض كده مره واحده واتخضيت. طبعا هو سمع صوتي وانا بتكلم من الحمام بصوت عالي، هو سامعني بره. فلقيته بيكلم حد بيقول له يا ولا يا ولا بقول لك ايه، مش عارف، اسمعني بس اسمعني بس. وهو طالع نازل بجزمته انا سامعه صوت سوري جزمه نازله على السلم بتجري. بقول لك ايه بقول لك ايه، اسمعني بس اسمعني بس، ومشي على كده. طبعا انا اديت ريان لمحمد وانا وروجي طلعنا نبص من الشباك نشوف في ايه. طبعا انا مخضوضه مين ده، انا اصلا كمان يعني اول مره حد بتاع نور يجي بصراحه يعمل كده، ناس محترمه يعني بصراحه. فاتخضيت وخفت. فاتصلت بجوزي بحكي له، قال لي لا ما تفتحوش الباب. انا بحمد ربنا ان لوجي ومحمد كانوا جم من المدرسه يعني حرفيا. انا قلقانه لو هم كانوا ما كانوش جم. انا مش عارفه انا كنت عملت ايه في الموقف ده، انا كنت هبقى قلقانه عليهم ان هم بره وان انا افتح الباب وهم مش معايا، لا يكون مثلا موجود على السلم او حاجه ومستخبي لي عندي، انا قلقان. فمن ساعتها والله ما فتحتش الباب لغايه ما جه جوزي. وعايزه اقول لكم انا مزبهله يعني، انا حطيت لهم كلوا وشربنا وقعدنا واتكلمنا وقال لي بعد كده بقى ما تفتحيش الباب لاي حد، لاي حد. ويا ريت يا جماعه كلكم ما تفتحوش الباب لحد بجد. حرفيا مش زي الاول نسيب الباب وندي امان. عيلنا بيلعب خارج على السلم مش عارفه، ما نديش امان لاي حد، لاي حد. آه، لان الموقف ده مخليني بجد انا لغايه دلوقتي مزبهله، لان انا كنت الاول بسيب الباب عادي مفتوح لان ده بيتنا يعني، ده بيت اهل جوزي وكده، فبنبقى قاعدين كل واحده في شقتها او براحتها في بيتها. فكنا بنبقى سايبين الباب عادي مفتوح مقفول، عيالنا بيلعبوا كده فعادي. فلا بقيت حاسه بقلق كده، ما بقتش اسيب الباب تاني. قلت خلاص. وعايزه اقول لكم انا بكلمكم الموقف نفسه وهو معدي عليا انا قلقانه يعني، انا قلقانه وخايفه من الموقف ده. فيا جماعه خدوا بالكم لا تفتحوا بيبان لاي حد. نبهوا على العيل ما يردش، ولو رد ما يفتحش. لو حتى هو قال له افتح في نور في كهرباء في ميه في يا جماعه ما فيش الكلام ده يعني. ما فيش ان احنا ندي امان لحد نفتح لاي حد، نبهوا عليهم. انا عايزه اقول لكم محمد ابني نفسه ابني كبير هو عنده 11 سنه، وقف بص على الباب، هو كان خايف وهو بيبص على الباب. هو يعني الفصل ما بينه وما بين الراجل لسه كان قاعد معايا من ساعتين ثلاثه كده بيكلمني، بيقول لي يا ماما تخيلي حد بيكلمني وفاصل ما بينه وما بينه باب. عارفه يعني ايه؟ قلت له ده عشان يعودكم ان اي حد يخبط ما تفتحوش لحد. إيه انا بقى مثلا بعمل حاجه نايمه كده بجيب حاجه، ما تفتحوش لحد حرفيا. خدوا بالكم يا جماعه من الموضوع ده، لان انا حاسه ان الموضوع ده يعني بسبب كمان الشتاء بقى يعني ممكن يتكرر مع اي حد. فعشان كده انا بقول الشتاء الجو من الساعة 6 7 تلاقي الشوارع كلها هادية، لا تلاقي الدنيا كلها ساكتة. فناخد بالنا ما نسيبش عيننا على السلالم، ما نسيبش شققنا ببابها مفتوحة، ما نفتحش لأي حد لو بابنا مقفول بيخبط يقولك مية نور مش عارفة ايه.
عايزه اقول لكم انا والله العظيم انا متضايقه جدا، مش عارفه اعمل ايه وقلقانه. لو انا بفكر في المره 20 مره، بس جعانه والله العظيم. يعني عايزه اقول لكم الموضوع مضايقني بس جعانه. بس خدوا بالكم بالله عليكم، تاخدوا بالكم وتعودوا عيالكم ما يفتحوش لحد. يعني ما اعرفش انا ازاي. بص انا بحكي لكم اقسم بالله العظيم، انا بحكي لكم وانا قلبي بيعمل كده. يعني انا عايزه اقول لكم انا قلقانه جدا. فخدوا بالكم محدش يفتح لحد الباب، ونبهوا على اولادكم محدش يفتح الباب. وناخد بالنا من الاطفال الصغيره بالذات، ما تسيبش قدام باب الشقه بتلعب بتجيب حاجه من تحت مش عارفه ايه. ناخد بالنا بس. ف حافظوا على عيالكم يا ولاد، والله حافظوا على بيتكم وعلى بيبان الشقق، ما بقاش في امان يعني. نحمد ربنا على اللي عدى واللي حصل ده، ربنا يسترها بامان علينا وعليكم كلكم يا رب. ادعوا لي بقى في كومنتاتكم ان ربنا يهدي قلبي. يعني انا عايزه اقول لكم والله العظيم، والله العظيم وحياة صلاتي اللي هسجدها دلوقتي، اني انا والله العظيم خايفه وقلقانه. بس ربنا يعديها على خير. وادعوا لي، ادعوا لي، ادعوا لي ربنا يعديها على خير. عايزه بقى دعواتكم ليا في كومنتاتكم جميله ولايكاتكم كده الحلوه. واللي يعدي على قناتي لسه ما اشتركش فيها يشترك لتوتا ام العيال ويفعل الجرس ويقول كومنت حلو كده لاخته، ويقول لي بقى هو بيحب الزبادي البلدي زيي ولا لا. انا بحب الزبادي البلدي قوي. يعني بصوا قلقانه ومتضايقه وجعانه. بقوم بالليل والله العظيم لازم قبل ما اتوضى واصلي باكل اي حاجه خفيفه يعني. بس انا حظي حلو النهارده في حاجات خفيفه كتير. كل يوم باكل كوبايه زبادي كده واخش انام. النهارده اكلت الكيكه بتاعت امبارح طعمها عجبني قوي. قلت اكل لقمه كده، تعالوا كل لقمه معايا كده بسيطه. اهم حاجه يا جماعه بالله عليكم والله، بصوا حتى انتوا لو تلاحظوا اللي عارفني وبيتكلم معايا على قناتي وكده هيبقى عارف ان انا شكلي تعبان او متضايق او مخضوض. وعايزه اقول لكم يا جماعه والله انا كان عندي قناه على فكره غير دي، كانت اسمها ام العيال. بس عشان بس تبقوا عارفين كان عندي قناه تانية اسمها ام العيال. القناه دي اتقفلت مش عارفه ليه لوحدها كده. بس اهو الحمد لله وفتحت دي. فيا رب اللي يعدي على قناتي شرفني ويدوس